بص بقى يا ست الكل، احنا النهارده هنعمل عمل اسود. بصي ركزي معايا. اولا لو انت ابنك من 3 سنين ل6 سنين او من 2.5 سنين او من 2 سنين، النشاط ده ليه؟ النشاط ده هيعمل ايه؟ هتشوفي دلوقتي فايدته ايه، برضه هتشوفي دلوقتي. ركزي معايا بسرعه. اول حاجه هنجيب صينيه، اي صينيه، ويا ريت تكون واسعه عن كده ومفيش فيها الوان. طب لو فيها الوان هقوم جايبه ورقه او اي فوطه تكون لونها موحد، بيج، بني، ابيض، احمر، المهم يكون لونها ساده. تمام. اقوم حاطاها هنا، بس انا مش متوفر عندي دلوقتي فبفهمك على دي. هقوم جايبه دي. تمام. هقوم جايبه بوله التانية. المفروض ان هما الاثنين يكونوا زي بعض، بس دول اللي عندي اللي حجمين زي بعض يعني فلونهم مختلف. ماشي. الاثنين زي بعض، هنقوم حاطينهم هنا على السمنه. بصي بقى، استني ركزي معايا. ايوه كده. تمام. هنقوم عاملين بقى ايه؟ هنقوم جايبين فنجان صغير زي ده كده. تمام اهو. واقوم ماسكاه بدول، شايفه الصباع ده ودول كده اهو. تمام. وهحط في طبق ميه والطبق التاني فوق، وهخليه يعمل ايه؟ يقوم واخد دول ماسكهم بصوابعه دول. ليه بقى الثلاث صوابع دول؟ عشان دول الثلاث صوابع اللي بيمسكهم وهو بيكتب القلم. واقوم قايله له بقى ان هو يمسك 3 صوابع دول وينقل من ده كده الطريقه دي كده لده، من ده لده. وانت بتعملي ايه؟ انت بتاخدي دورك انت الاول، يعني بتحطي ده وتفهميه اللي انت بتعمليه وبتعملي قدامه كده. تمام. لحد ما الميه اللي في الطبق تخلص، وبعد كده تقومي سايبه الحاجه مرجعه مكانها، تقومي مرجعه ده مكانه وتقومي ماسكه ده كده وتقومي عامله كده. تمام. وتقومي حاطه له الصينيه دي وتقومي قايله له دورك. فايده من النشاط ده ايه؟ اولا هي بتنمي عضلات الكتابه عنده، يعني انا بستخدم ال3 صوابع دول في الكتابه عشان الاطفال اللي بيبقى عندهم مشاكل في الكتابه في الاول، عشان تنمي العضلات الدقيقه عنده اللي هي الصغيرين بتوع الاصابع دول، وتنمي العضلات الكبيره عنده هنا فيما بعد. تمام. ده اول حاجه. تاني حاجه هتعلميه ان هو يتحمل. لما انت بتقلي هنا على النقطه دي والنقطه دي بتنمي الحته دي عنده، كمان بتنمي عنده التركيز وما يكونش عنده تشتت انتباه، لان هتلاقيه مركز معاكي انه يمسك ده وينقل وبالراحه ومن غير ما يوقع نقطه ميه هنا، وهتلاقيه ايه ده مركز مع. يعني الاطفال اللي عندهم تشتت انتباه النشاط ده حلو جدا 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 ليهم بالميه. بالميه. تالت حاجه واهم حاجه انه بيخلي عنده انتظام والتزام بدوره. ليه؟ لان انا عملت دوري واديتك تعمل دورك، ما نتدخلش في دور بعض. هو حتى لو قال لك مش عارف تقومي عامله ايه؟ تقومي مرجعه الميه اللي هو جابها وتبداي انت تعملي. ما تعمليش معاه، انت علميه ان هو له دور، ما ينفعش كل واحد ما يتدخلش في دور التاني. رابع حاجه واهم حاجه ان انا دلوقتي خلصت النشاط ده، هرجع الحاجه دي مكانها. طب انا رجعت الحاجه دي جايبها منين؟ انت ساعديه، خليه يساعدك ان هو يرجع الحاجه دي مكانها. اوكي. هتعملي النشاط ده انت عايز تعمليه كل يوم اعمليه كل يوم، عايز تعمليه 3 مرات في الاسبوع تمام. النشاط ده حلو جدا جدا جدا. طيب لو انا مفيش عندي ميه حطي اي حاجه ثانيه. مفيش عندي ميه ايه؟ لو انا مفيش عندي بولات زي دي ممكن تجيبي بولات صغيره وتحطي فيها حمص او عدس او اي حاجه دي، وتخليه لو هو سنه صغير، لو الطفل سنه صغير 2 او 1.5 سنه، تخليه ينقل بقى بقبضه ايده كده للطبق الثاني وهكذا لحد ما يرجع الطبق. وسلام عليكم.